توقعي لماتش يوم السبت مانشستر سيتي، دايما هيبقى فيه توقعين. ايوه تمام. مان سيتي وانتر ميلان 2-0 لمان سيتي او 2-1 لمان سيتي. خلاص حلو قوي. اذا بطل دوري ابطال اوروبا مان سيتي، وكده هيبقى عنده الثلاثيه، هياخد البريمير ليج وخد كاس الاتحاد الانجليزي وهياخد الشامبيونز ليج. ده كده جوارديولا هيكون الاعظم، المدرب الاعظم، ومان سيتي هيكون النادي الاعظم في 2023. انا اتوقع مانشستر سيتي برضو وانتر ميلان. اتوقع ان مانشستر سيتي هي اللي هتفوز، يا اما 2-1 او 2-0. انا حره، انت قلت نفس النتيجه، انا كنت كده هقولها. ماشي خلاص، بس الفوز الاقرب للفوز هو مانشستر سيتي. تمام. نروح بقى للماتش الاهم بالنسبه للاهلاويه وناس كتير متابعه هذا اللقاء، لانه ماتش ببطوله والماتش صعب بالظبط. وكلنا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي، ولكن طبعا الماتش صعب اولا لان هو مش على ارضنا، هيبقى في المغرب، وحضور طبعا اكيد جمهور كبير جدا او مشجعين كتير جدا في 50,000 فهيبقى في نوع من التوتر والضغط طبعا على لعيبه النادي الاهلي. ولكن انا بتوقع لمباراه الاهلي والوداد يا اما 1-0 للنادي الاهلي ويا رب تكون كده، او 1-1 للنادي الاهلي والوداد. طيب انا عندي توقعين. توقع يخلي الاهلي يفوز بالبطوله، خلينا بقى عند التوقع ده، وتوقع يخلي الوداد يفوز بالبطوله. نبعد بقى عن التوقع ده. طيب هقول لك التوقع الاولاني. ايوه انا متوقع ان الماتش ده مش هينتهي 0-0. لا مش هينتهي 0-0. لا فانا متوقع الا تكون النتيجه تعادل ايجابي 1-1 زي ما انا قلت، تخلي الاهلي يفوز بالبطوله، او فوز الوداد 1-0 وده تخلي الوداد يفوز بالبطوله. ده توقع، لكن تمنياتنا كلنا النادي الاهلي يفوز طبعا. النادي الاهلي يفوز. طيب